العربيات العائليه او الام بي فيز او الميني فانز في اخر عقد او في العقد الثاني من الالفينات بدات تموت خالص واتبدلت بالاس يو فيز كالعاده اللي هي اغلى منها. فمرسيدس وبعض المنافسين اثبتت عكس كده، وجت في سنه 2019 نزلت الجيل الثالث من المرسيدس بي كلاس وادته كود W247 اللي بالمناسبه عملت منه كمان فيس ليفت في 2023، وده كل واحد فيهم واخد الجينات بتاعت مرسيدس وقتها. ولو اتكلمنا على الام بي فيز او العربيه الميني فان فاحنا بنتكلم على الميد سايز ام بي في اكسكيوتيف منها، المتوسطه المدمجه زيها زي منافستها الاولى البي ام دبليو 2 سيريس اكتيف تورر. ممكن تتكلم بقى بتنافس حاجات تانية مش اكسكيوتيف زي رينو جراند سينيك، الفورد اس ماكس والفولكس فاجن تورر. انما العائليه المدمجه دي بتنزل لازالت فقط ب5 كراسي، وهي اوبشن كويس جدا للي عايز يجيب مرسيدس بتقفيله بالاكسكيوتيف بالماركه الجميله جدا دي بسعر كويس جدا، ونفس المساحات مثلا اللي موجوده في الجي ال سي النسخه الاس يو في. ممكن تبصوا عليها في اللينك اللي فوق، كنت لسه عامل لها تقييم، ولكن بنص الثمن. فدي سعرها في سوق المستعمل بيبدا من 14,000 يورو، بينما الجي ال سي في سوق المستعمل بنفس عمرها بيبدا من 30,000 يورو، فالضعف واكتر كمان. وفوق كل ده ان العربيه دي كذلك برضو في كل عربيات مرسيدس السيفتي بتاعها ممتاز، 5 نجوم من 5 حسب اليورو انكاب، واخده معدل امان للبالغين 96%، وبتنزل من اول فئه ب 10 ايرباجز، اي بي اس، اي اس سي، اي بي اللي هي الفرامل الطوارئ، سيتي وسايكلس وانتر اربن وكار، كل حاجه بالكامل طبعا غير اللينكيب اسيست وسبيد اسيست، لكن ما فيهاش اكتف بونت للاسف. اما بالنسبه للفئات اللي بتتقدم بيهم فهم كالعاده المرسيدس اللي هي البيزك، ثم الستايل، ثم البروجريسيف، ثم كالعاده الاي ام جي لاين التقفيل الرياضي بتاعها. هنقول لكم الفروقات ما بينهم طول ما احنا بنتحرك في اجزاء فيديو المختلفه اللي انتوا عارفين الفيديو بتاعنا كالعاده متقسم ليهم الموجودين عندكم تحت في شريط التحميل وتوصيف الفيديو. اول مره بقى بتزورنا في القناه بس الاشتراك وزرار الجرس عشان نقول لك ان شاء الله لما ننزل الفيس ليفت بتاعها اللي اختلف. كانت بتتقدم وقتها ب7 الوان مختلفه للجسم الخارجي، لون واحد مصمت و6 ميتاليك. والعربيه عموما ابعادها زادت حاجه بسيطه، فالطول الكلي زاد 2.5 سم، العرض زاد 1 سم، والارتفاع زاد فقط 5 مللي. ده طبعا عن الجيل اللي قبليه اللي هو W246 او الجيل منها. الشكل من قدام العنوان اصبح اكثر رشاقه، والشبكه كبرت، بقت علامه مرسيدس اكبر شويه، فيها خطين كروم في الشبكه، والشبكه بقت اكبر زي ما قلت، بينما الكشافات بقت ارفع بكتير، بقى فيها الكشافات النهاريه عباره عن 2 ليدات 2 بنزين من اول فئه عادي خالص، العاليه بقت زينون، والباقيين الاي دي عادي خالص. وممكن تكتبهم كلهم الاي دي، بيبقى فيه ابجريد موجود في اللايت باكيت لو انت عايزه كله يبقى الاي دي، او حتى ماتريكس الاي دي لو انت حابب. الكبوت نفسه بقى فيه بس تجعيده في النص، ومن الجنب كده التجعيدتين اليمين نفس تصميمات مرسيدس بالظبط، علامه مرسيدس برضه صغيره في الكبوت، وفي الكاميرا الاماميه. وتحت هنا في الاكسدام او الشبكه اللي تحت في زي تجعيده اليمين وشمال، هنا كانها حاضنه الفوجات، لكن الفوجات كلها بتبقى موجوده في الكشافات الرئيسيه. ومن الجنب برضه اصبح اكثر رشاقه بحاجه بسيطه، الشبابيك صغرت شويه عشان تديك تحسن شويه من الشكل، تخليه شكل رياضي. العربيه قاعده على جنوط ال18 اللي بتنزل فيه البروجريسيف من اول فئه، بايتون هي جميله جدا باللونين الازرق زيت وال خلينا نقول الفاتح الفضي الفاتح. صدق الله تصدق، باول فئه بتنزل بجنوط ال16 الحديد. يا ساتر يا ساتر اللهم احفظنا. الازاز الخلفي بينزل فاميه من تاني فئه، وفي تجعيدتين كده في العربيه من الجنب، واحده مع الاوكر وواحده تحت العربيه. المرايات اللي عندنا هنا حتى في البروجريسيف بتبقى مرايات عاديه مش ضم، لكن فيها الاشارات بتاعتها، وفي زي كده بيانو بلاك داير ما يدور حوالين الازاز، ممكن تلاقيه بكروم، في فقط الاي ام جي لاين. ولو اتحركنا لورا لازال برضو نفس العنوان، الرشاقه في التصميم. صغرة الكشافات بقى فيها 2 ليدات نهاريه، وكل الاضواء اللي موجوده بتبقى ليدات الا بس اضواء الرجوع بتبقى هالوجين. مكتوب هنا هو طبعا بي 200 عشان بيقول لك الموتور بتاعنا، وهنتكلم عليه كمان شويه. وفي يبقى فيه سبويلر فوق كبير الى حد ما. الازاز الخلفي صغر شويه عن قبل كده، حاجه بسيطه،
واصبحت لا زالت نفس المأساة الموجودة في عربيات مرسيدس زي الاي كلاس مثلا. ممكن تبصوا على الاي كلاس في اللينك اللي فوق، برضو كنت لسه عامل لها تقييم. الشكمان المزيف هنا محطوطين جرابين يمين وشمال. في الاي ام جي لاين برضو نفس الكلام، لكن هم طبعا مسدودين. الشغل العقيم بتاع المرسيدس ده الشكمان بيبقى موجود تحت هنا. جوه البي كلاس الجيل الثالث لازالت الشياكه هو العنوان بتاعها، نفس التصميم الموجود في الاي كلاس، مش في جي ال سي لكن موجود مثلا في الاس كلاس. الصبه بتاعه التابلو كبيره جدا دي تتوسطها الشاشتين. طبعا هنا الشاشتين عندنا الابجريدد، لان هي من اول فئه او مش من اول فئه، هي في كل الفئات بتنزل بالشاشتين السبعه والسبعه اللي مش تاتش، تتحكم فيهم بس من هنا. ولكن الشاشتين دولت شاشتين ابجريدد، فتبقى الشاشه ال 10 و25 بوصه. كذلك برضو الديجيتال كوكبيت 10 25 بوصه. بينزلوا في حاجه اسمها انترتينمنت باك مع بعضها، لازم تشتريها. حتى في الاي ام جي لاين لو اشتريت الاي ام جي لاين بيزك هتلاقيهم بينزلوا بالشاشات الصغيره. الصراحه ما تجيبهمش لان شكلهم بيبقى سيء جدا. طبعا التوربينات هنا، الهوايات التوربيه بشكل التوربينات اللي بتتعمل كده وبتلف، جميله جدا الصراحه واحساسها حلو. كل المواد هنا الصراحه كويسه جدا. هنا برضو سوفت تاتش وجميله جدا. ترمات هنا بلاستيك حلوه، يعني بلاستيكات هنا بس بدأنا ننزل على شويه بلاستيكات، لكن نزال هنا من الجنبات هنا والجنبات هنا في التقفيل القماش. طبعا عجله القياده الكبيره بتاعتهم هنا متقفله، المالتي فاكشن ويل متقفل بالبيانو بلاك اللي رادد هنا. في الاي ام جي لاين بتبقى متقفله بالحديد، بتلاقيها حدادي شويه وبتلمع شويه عندي. تمام، احنا في البروجريسيف لسه زي ما قلنا. طبعا السنتر كونسول العادي خالص بتاعنا اهو، مع الكيباد او النمباد بتاعنا اللي بتتحكم فيه من خلال الشاشه بتاعتك، ومسند الايدين اللي هنا. والكراسي اللي موجوده طبعا هي في البروجريسيف بتنزل جانبيه فقط تقفيل جلد، بينما اللي في النص هنا بتبقى قماش. والكرسي جميل جدا ومحتضنك حلو جدا. واكبر حاجه بسيطه من الايه كلاس على فكره، مساحه عن الاي كلاس اللي هي مبنيه على اساس زي ما قلنا، مساحه الكتاف زادت 6 سم بالظبط، فبقى في عندك مساحه اكتر ان انت ممكن تتحرك فيها في الكابينه اللي قدام. مساحات اللي جوه برده زي ما قلت كويسه جدا. هنا طبعا يدوي، الكراسي بتنزل انا رافعها احلى حاجه اهوت، يا دوبك شايف اخر العربيه، كان ممكن تترفع سيكه عن كده، لكن وضعيه السواق اعلى برده من الاي كلاس حاجه بسيطه، يمكن احنا بنتكلم في 2 او 3 سم. عجله القياده طبعا تلسكوبيك والكلام ده كله مش هنتكلم عليها، وتظبيطات كويسه جدا. بصوا هنا المساحات اللي موجوده هنا في الدرج التابلو كويسه جدا، شايله الازازه ال1.5 لتر، وليها مكان برده هنا تحطها في جيوب الباب. هي داخله لجوه شويه مختفيه شويه، لكن هي عريضه وحلوه الصراحه. مكان تخزين هنا عشان الموبايل بتاعك. هنا في 2 كاب هولدر، طبعا لو حطيتهم كده هي بتلعب، لكن في زرار بتعمل كده بيروح قافل لك عليها، بص عشان ما تلعبش اهي، ممتازه الصراحه. وكذلك برده كالعاده هنا مساحه التخزين الصغيره متبطنه اهوت، وفيها فتحه USB-C واحده بس، وفي هنا برضو فتحه USB-C واحده بس عشان تشغل اندرويد اوتو والابل كار بلاي اللي هم في العربيه دي بينزلوا وايرد مش وايرلس للاسف، يعني تقريبا بيبقى اوبشن زياده بتطلبه. يعني حاجه برضو جميله جدا في العربيه دي، هي مش باينه في الشمس قوي، هطلع في الظل واوريها لكم، ان هنا العربيه بتنزل ب 64 لون مختلف للامبيانت لايتنج، الاضاءه الداخليه. من خلال الشاشه هنا بتظبطها اهوت وتدخل على الامبيانت لايتنج وتلعب فيها، ويبين لك يقعد يغير لك في الاضاءات الجميله جدا، بالذات وانت بالليل بيبقى شكلها تحفه. طبعا الشبابيك زي ما انتم شايفين والاضاءات نفس الحاجات الموجوده في الاي كلاس وكده. نتخرج بقى على اهم حاجتين عندنا، الشاشتين الرئيسيين. طبعا هنا التظبيطات اللي في الديجيتال كوكبيت ممتازه في العربيه دي، طبعا من خلال الفينجر باد اللي هنا، اول واحده هنا ومثلا تبتدي تلعب في العدادات وتشوف التسطيبات اللي انت عاوزها، ثم تتحرك بعد كده. هو حركته صعبه شويه الفينجر باد، معرفش ليه يعني مقرف شويه، انا ما بحبوش الصراحه ده، عشان تتحرك للحته المنيو اللي في النص اهو. دوس هوم، حتى لو دوست هوم اهو تشوف الهوم الاول يجيب لك برده شويه اوبشنز اللي انت ممكن تحط كمان النافيجيشن في النص لو انت عاوز يعني. تمام، وتبتدي انك تلعب فيه اهوت، او انك تحط التريب او التليفون بتاعك، الاسيستنس بتاعتك عشان تشوف الكروز كنترول بتاعك واللينك يبقى اسيست المسافه قد ايه، طبعا موجودين في البانل تحت اهوت. وبرده هنا التاني ده ممكن ان انت من خلاله برده تغير العدادات هنا وتغير في الاوبشنز. يتحرك يا ابني بقى، الحمد لله، مقرف قوي يعني. طبعا هنا برضه ممكن تحط النافيجيشن هنا وتحط الايكو ديسبلاي بتاعك والكونسبشن الخ. تمام، والشاشه الرئيسيه تمام، هي هنا دي على فكره مش تاتش، ده بس بتتحكم فيه من خلال هنا والاوامر الصوتيه احنا عارفينها. هنا الشاشه الرئيسيه يا اما بتبقى تاتش يا اما بتبقى من خلال الفينجر، خلينا نقول النام باد اللي موجود هنا او التاتش باد اللي موجود، هو تاتش باد وده اللي كبر في الاجيال الاخيره دي، او من خلال طبعا في الجريبات اللي احنا عارفينه. طبعا هنا هو ملمسه احسن شويه الصراحه من الثاني، وبيتحكم بسرعه اهوت عشان يدخلك على الاوبشنز اللي موجوده، وبرده هو تاتش عادي خالص. تمام، بيقول لي قوم العربيه، ماشي هقوم، حاضر انا سوري. تمام، وهو بتخش بقى على الاوبشنز بتاعتك والسيتنجز بتاعتك الخ.
تمام. ومن هنا ممكن تلعب بالمنيوز، والتاتش بتاعها والريزوليوشن بتاعها الصراحه اكتر من ممتاز. احنا شفناها بالتفصيل الممل في فيديو الاي كلاس. بصوا حتى الريزوليوشن جميله جدا، فيها لاج حاجه بسيطه جدا، لكن هي الصراحه اكتر من ممتازه. تمام. وهنا طبعا تحت هنا التكييفات في زراير عاديه جدا من غير اي عك وسلايدات، زرار بتدوس عليه اوتو شغلت التكييف. شكرا. الكنبة الخلفية ما اختلفتش كتير عن اللي قبل كده، فتحة الباب جيدة جدا، تقدر تدخل كرسي الأطفال بتاعك مستريح، والبالغ برضه يخش مفيش أي مشاكل. مساحات الركب هنا جيدة جدا، الرأس برضه جيدة جدا، ورجلك تقدر تتحرك في مساحة كويسة ليها من تحت. جيوب الباب تقدر تحط ازازه 1.5 لتر مستريح. تقفيلات الباب الخلفي زي الباب الامامي بالظبط، مفيش اي استرخاص فيها، مواد جيده جدا والخامات كويسه جدا. الكونسول الوسطي اللي موجود هو فيه مساحه تخزين فوق، وفي درج بتفتحه تحت تثبيتات ايزو فيكس. الشباك بينزل لغايه الاخر. ولو نقلت الكرسي اللي في النص، في هنا نفق عالي جدا، لكن هو مش عريض، تقدر تنقل من غير اي مشاكل، لكن مفيش خالص مساند ايدين في النص. ولو بالغ قاعد جنب طفل او طفلين او ايا كان، فالمساحات برضو جيده جدا، تقدر تشيل بالغ لمسافات متوسطه او حتى فوق متوسطه. اكتر حاجه بقى انت ممكن تجيب العربيه دي عشانها هي الشنطه، يمكن اكتر حاجه كعربيه عائليه انت بتفكر فيها. الشنطه اتحسنت كتير عن الاي كلاس اللي هي مبنيه على اساسها. هنا مفيش بروز تحميل خالص زي ما انتم شايفين، تاخد الشنطه بتاعتك الصغيره وهي مع السلامه. اوكي. الارضيه دي زي ما انتم شايفين كمان ممكن تنزلها لتحت عشان تزود السعه التخزينيه بتاعتك ل 455 لتر. وقدرنا نحط في الحاله دي ايه؟ شنطتين سفر كبار، 2 وسط وواحده صغيره، لكن طبعا قفلت الرؤيه خالص لان المساحه فعلا مربعه جدا وجميله. الاوبشن اللي فيها مش كتير قوي، اماكن ربط الشبكه من هنا، اضاءه من هنا، خطافات من هنا، لكن اللي انا ملاحظه مفيش اي مخارج 12 فولت خالص عشان تكنس الشنطه بتاعتك ولا ايا كان يعني. ما اعرفش ليه. طيب تحت الارضيه الكدابه دي زي ما قلنا هنا في اماكن تخزين بتاعتك، لكن مفيش عجله استرن مش مطلوبه بيها، ده اوبشن زياده. الكراسي برضو بتنزل 20 40 20، فالكرسي اللي في النص ده ممكن من هنا تنزله عشان تحمل حاجات طوليه لو انت حابب. وبرضو الكراسي بتنزل عادي خالص. طبعا هي ما بتبقاش مستويه، بيبقى في بروس تحميل ننزل الارضيه الكدابه ترفعها فوق عشان يبقى عندك المساحه التخزينيه الجميله جدا دي، تقدر ب 1450 لتر، ما تروحوش بعيد. تاخد الشنطه بتاعتك وتزق عادي خالص. العربيه بتتقدم بنفس المواتير اللي كانت بتتقدم قبل كده في الجيل اللي قبلها W203، ولكن هي بس محسنه شويه. فنلاقي مثلا البنزين من البي 160 للبي 250. تمام. اللي حصل بس ان هم اول مواتير بدل ما كانت 1600، اول 3-4 مواتير بدل ما كانت 1600 سي سي بقت 1300. ده غريبه شويه، لكن هم حسنوا التكنولوجيا والاداء عشان يدوا برضو قوه حصانيه اكبر، نوع من التوفير يعني، هيوفر معاك في حق البنزين وكذلك برضو السعر بيقل نسبيا طبعا. والديزل طبعا اللي هي من اول البي 160 دي لغايه البي 220 دي. في الفورماتيك بعض منهم اللي هي دفع الرباعي بتاع العربيه دي، وفي معظمهم الباقيين كلهم جر امامي، كلهم 4 سلندر وكلهم تربو. تمام. طيب اللي عندنا النهارده اللي هو الموتور الاعتيادي اللي الناس كلها بتروح عليه، الاكثرهم شيوعا، الوسطي اللي هو مش حراق قوي في البنزين اللي هو البي 200 على فكره، وكذلك برضو في نفس الوقت ثمنه مش اعلى حاجه. فمثلا حرقه البنزين 5.4 لتر كل 100 كيلو، وده رقم كويس جدا جدا، يمكن احسن من الاي كلاس كمان، عشان كده كله بيروح الموتور ده. وفي نفس الوقت هو بيديك اداء كويس جدا، بيطلع لك 163 حصان و250 نيوتن متر تورك من العزم. الجميل برضو ان معدل تسارعه من 0 إلى 100 8.2 ثانية. الرقم ده دلوقتي هنطلع هنعمله ونشوف اداؤه عامل ايه. فعندنا اهو الدراجي حطيناه تمام. كل هنحط دلوقتي العربيه على السبورت. كل اللي بيعملوه بنشف عجله القياده، بيضخ بنزين اكتر للعربيه، وبيقلل معدل النقل الجير شيفت عشان يديك اعلى بانش واعلى ريفتنج في العربيه. مفيش هنا ادابتيف سسبنشن، ده بينزل فقط في كاوبشن زياده ممكن تطلبه، محدش بيطلبه الصراحه في العربيات دي، هيبقى عربيه عائليه في الاخر فمحدش بيطلبه، فده كل اللي بيعمله. تمام. يلا بينا نشوف الرقم.
9 ثواني ونص. ممكن تتحسن عن كده الصراحه، يمكن الانطلاقه بتاعتي ما كانتش احسن حاجه يعني. طيب كانت 9 ونص، انا عملت واحده قبلها بعدها كمان ما كانتش حلوه قوي، اللي كان فيها شويه سبيننج عالي، طلع لي 8 ونص. تمام، بس هو للاسف الدراج ما سجلهاش، ما اعرفش ليه يعني. غلطه في الدراج، لما جيت عملته على الكمبيوتر ما لقيتوش، ما اعرفش ليه. فهو انا جبت ال 8 ونص فعليا يعني. هي في الاخر مش عربيه تسارع، بس احنا حبينا نعمل شويه فنفنه كده نكسر فيها الملل شويه. طيب العربيه دي سواقتها جوه المدينه وبره المدينه، هي التميز بتاعها هو الراحه. وضعيه الثبات في العربيه دي كويسه جدا. بص، اولا عدم القياده هي بتتقل كويس جدا 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 طول ما انت على السرعات العاليه. بص نقفوا كده، الفرامل بتاعتها الضغطه بتاعتها ممتازه. بص وضعيه الثبات ممتازه، الانطلاقه ممتازه برضو. بس طبعا في اللاجنج اللي احنا عارفينه بتاع العربيات المرسيدس كلها. التربو بيلقط معاك بسرعه جدا، في اقل من ثانيه بيلقط زي البي ام، لكن العربيه سحبها مش قوي قوي يعني. تمام، ده اللي احنا شفناه يعني في تجربه السواقه طول ما احنا بنجربها بقالنا يومين اهوت. طيب جوه المدينه ممتازه، الرؤيه ممتازه من قدام، الازاز كبير جدا، عربيه برضو ام بي في زي ما قلنا. الاي بيلرز هنا صغيرين جدا، القوائم الخلفيه كذلك برضو، الاماميه اسف، والخلفيه برضو كويسه جدا جيده جدا ومديك رؤيه كويسه. وكذلك برضو انت عندك الكاميرا الخلفيه مش ال 360، ال 360 بس بتنزل في زي ما قلنا في اوبشن زياده. طيب الاداء بقى، العربيه دي هي زي ما احنا عارفين مرسيدس هي مخصصه اكتر للسفر يعني. تمام، وهي فعلا بتبرع في كده في السفر، او الطرق الملتويه زي اللي عليها دي مش احسن حاجه. نظام التعليق في العربيه دي احنا عارفين ان هو ماكفيرسون امامي. تمام، ماكفيرسون امامي وخلفي تورشن بيم في العربيه دي. للاسف هو مش مالتي لينك، كانوا اللي احسن قوي اللي كان بيبقى مالتي لينك، هيبقى امتصاصه احسن واحسن جوه المدينه. لكن المالتي لينك مع السسبنشن الاوطى ال 15 ملم ممكن تاخدها في الاي ام جي لاين. لو طلبتها بالاي ام جي لاين او لقيتها في السوق يعني، حيث انها خلاص ما بتطلبش جديد، هتلاقيها انها بتنزل بالمالتي لينك عشان يديك اداء احسن واحسن يعني. حاجه بسيطه، حاسه حاجه بسيطه جدا، لكن لا زال امتصاصه في الصدمات جوه المدينه جيد جدا. عربيه مرسيدس في الاول والاخر، راحه في القعده، الكرسي كويس جدا، مش اوسع واحد فيهم لكن هو محتضنني كويس جدا ومريحني يعني. انا اتحركت بيها كتير وسافرت بيها كتير. المطار جنبنا هو على فكره، مش عارف شايفين فيه طيارات بتطير ولا لا يعني، لكن هو اداؤه كويس جدا هيديك الحاجه اللي انت عاوزها، هيديك الاداء اللي انت عايزه في عربيه زي دي. نفس الاي كلاس تقريبا مفيش اي فرق ما بينهم. تمام. طيب تلامس العجل مع الارض برضه جيد جدا، لكن العربيه اول ما بتخش في كورنرات او في ملفات قويه، فالعربيه فيها بادي رول واضح جدا في السقف العالي. احنا عارفين عربيه ام بي في، وكذلك برضو عربيات مرسيدس كلها العاديه ده عادي جدا، مش بي ام برضو، مش حتى الاودي يمكن احسن منها. لا، التمايل في الجسم واضح جدا، والعربيه بتميل ناحيه الكورنر اللي انت بتاخده، ونسبه اوفر ستيرنج ممكن تحصل لك عاليه جدا. فهي مش عربيه تسارع، هي عربيه للراحه للعائله. تمام. الفرامل زي ما قلنا كانت قويه وكويسه جدا، اول ضغطه كويسه جدا يعني مظبوطه جدا بالدرجات اللي انت بتدوس بيها. الصراحه القعده هنا اكتر من ممتازه، وسواقتها كعربيه البي كلاس هي زي بالظبط الاي كلاس، لكن هي اكبر شويه، اقل رياضيه، اقل متعه منها، يمكن اقلهم متعه حتى من البي ام دبليو ال 3 سيريس الاكتيف تورر، ال 2 سيريس اسف الاكتيف تورر. ان شاء الله نعملها قريب ولو قارنتها بتاني عربيات ام بي في لسه بتنتج في السوق جديد، فلو قارنتها مثلا بالرينو سينيك، هي سواقتها طبعا احسن بكتير جدا، هي مرسيدس، لكن رينو سينيك يمكن فيها شويه متعه شويه كده في السواقه، فيها تمايل للجسم اقل شويه. طبعا على الطرق بقى السريعه زي ما قلت هي احسن حاجه، تسارع كويس جدا، انا جبت لغايه 160 مفيش اي مشكله. عربيه ثابته جدا، قويه جدا، ماسكه نفسها، عزل الصوت فيها جيد جدا. مش زي السي كلاس، ما انا لاحظت كده في صوت هواء اكتر شويه من السي كلاس، لكن لو قارنتها بكل العربيات الثانيه الام بي في من الحجم ده، فهي احسن واحده فيهم في عزل الصوت وكذلك برضو نظام الحفاظ جوه الحاره، اللينك اسيست كان ممتاز، جربته الصراحه مريح جدا وعادي جدا. في الابجريد بتاعه لو انت عاوز اللي هو يبقى الاكتيف او المستجيب او الانظمه اللي هي السواقه الاوتونوموس وكده يعني، بس انا شايف انها مالهاش لازمه يعني. انصحك بيها لو انت واحد ميزانيه محدوده، عايز عربيه عائليه تكفي طفل او طفلين بحد اقصى،
مش عايز يروح الاس يو فيز العاليه الغاليه ذات الاحتراق العالي في البنزين والتكلفه العاليه الخ الخ، من الاخر ميزانيتك محدوده، عايز حاجه شيك، عايز حاجه لكجري، عايز حاجه بريميوم، عايز حاجه واو، تقفيل مرسيدس، الراحه ممتازه بالنسبه لك. يا جماعه الفئه دي ما بتموتش، مرسيدس اثبتت انها حيه، وبي ام دبليو وبعضهم لسه بيحاولوا يحيوا الفئه دي. في الاخر طبعا التشيك ليست اهو، مختصر العربيه بتاعتي. انت وصلت لنهايه الفيديو، يبقى اكيد عجبك اسلوبنا في التقييم. هحط لك انا تقييم لعربيتين تانيين بي ام دبليو برضه، يعني احنا مرسيدس فهحط لك بي ام دبليو، وعايزين نعمل لكم تقييم لاي عربيه تانيه قولها لنا في التعليقات تحت وانا تحت امركم. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.